السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهاردة مع بعض حاجة حلوة. بقالنا كتير قوي ما عملناش، تقريبا من ساعة ما الدراسة بدأت مش فاضيين نعمل حاجة حلوة. تعالوا النهاردة نعمل حاجة حلوة سهلة وسريعة، مش مكلفة خالص. هنقول التكلفة واحنا شغالين. هنعمل جلاش وهنحشيه بسبوسة بطريقة سهلة وسريعة، مش هياخد منك أي وقت. لو عايزة تعمليه فجأة هتقومي تعمليه في أقل من نص ساعة. شكله جميل زي ما انت شايفة، طعمه حلو جدا. هيعجبك ويعجب الولاد إن شاء الله لو جربتيه لأول مرة. تابعوا معايا الفيديو لحد الآخر، ما تنسوش اللايك والشير من فضلكم لو عجبكم الفيديو، واشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبتدي. حاجة هعملها طبعا، هحضر البسبوسة اللي هحشي بيها الجلاش. جبت طاسة كده على النار تكون ما بتلزقش، حطيت فيها معلقتين سمنة كبار. تقدري تحطي معلقة زيت ومعلقة سمنة لو تحبي يعني تخففيها شوية. بعد كده جبت ربع كيلو من دقيق البسبوسة أو السميد، وحطيته بقى على السمنة. والنار بتاعتك تبقى متوسطة عشان دقيق البسبوسة ما بيستحملش يتحط على النار مباشرة كده، فممكن يتحرق منك. هتشتغلي على نار متوسطة مع التقليب المستمر لحد ما السميد بتاعك يتحول للونه ذهبي، وزي لون البسبوسة المطبوخة بالظبط، لحد ما ياخد معاكي اللون الذهبي الجميل ده اللي انت شايفاه ده. بعد كده عندك بقى اي مكسرات حابه تضيفيها ضيفيها. انا حطيت هنا جوز الهند بس، حطيت حوالي معلقتين كبار كده وهقلبهم كويس جدا، برضو ياخدوا تحميصه كده حلوه مع السميد. عايزه تحطي زبيب، عايزه تحطي سوداني، عايزه تحطي اي مكسرات تانية حطيها برضو مع السميد كده وقلبيها تقلبتين، تشم النار كده وتاخد تحميصه حلوه وتطلع الطعم بتاعها. هتديكي طعم وريحه تحفه جدا. بعد كده هضيف نص كوبايه من الشربات اللي انا محضراه للجلاش، طبعا محضراه من بدري ومدخلاه التلاجة، عشان المفروض الشربات يبقى ساقع والجلاش سخن وهو خارج من الفرن. نضيف له الشربات الساقع اللي خارج من التلاجة على طول. الشربات عباره عن كوبايتين ميه كوبايتين سكر. اول ما يغلوا اول غلوه هنحط عصره نص ليمونه، وبعد كده نسيبه 5 دقايق بالظبط، وننزل عليه كيس فانيليا او نقطه فانيليا سايله. وبعدين نطفي عليه، اول ما يهدى كده شويه ندخله بقى التلاجة يسقع على ما نحضر الجلاش. بعد كده الشربات بيبقى ساقع والجلاش بتاعنا بيبقى سخن عشان ما يعجنش. يعني ما ينفعش يبقى الجلاش سخن والشربات سخنة، هيعجن منك وهيبقى طري، ومش هيديكي القرمشة الحلوة اللي احنا بنحبها في الجلاش. انا سبت بقى الحشوة بتاعتي تبرد كده على جنب، تبرد براحتها. جبت بقى ورقة جلاش تكون طازة، هاتي من حد يكون يعني انت ضامنة ان الجلاش بتاعه طازة اول باول، عشان ما يزهقكيش وانت بتلفي ويتكسر منك. لو مش طري ومش طازة هيتكسر منك. فتحت بقى ورقة الجلاش كده وهبتدي اطبق نصها على جنب واغطيه بكيس وبعدين فوطة، عشان لو حطيت الكمية كلها قدامي وابتديت اشتغل فيها هينشف مني. هشيل نص واشتغل في النص ده وبعدين ارجع كيس التاني بعد ما اخلص النص ده. بعد كده جبت صينية حطيت فيها معلقتين كبار من السمنة وسخنتهم على النار، عشان ادهن الصينية كويس جدا من الجناب ومن تحت عشان الجلاش ما يلزقش، وفي نفس الوقت يديني لون حلو. دلوقتي بقى انا حضرت الصينيه وجهزت ورق الجلاش والحشوه بتاعتي بردت وكله تمام. هبتدي بقى احشي البسبوسه جوه الجلاش، ونشوف هنرصه ازاي في الصينيه وهنسويه ازاي. هنجيب بقى السمنه اللي احنا هندهن بيها ورق الجلاش، هنسيحها على النار عشان ما ندهنش كميه كبيره من السمنه. كل ما السمنه تبقى سايحه هتدهني منها كميه اقل. لما تبقى متماسكه او متجمده هتلاقي نفسك بتدهني طبقه كبيره جدا في ورقه الجلاش، ويبقى الجلاش بتاعك تقيل ودسم جدا. فاحسن حاجه وانتي بتعملي الجلاش تسيحي السمنه عشان ما تدهنيش منها كميه كبيره. هندهن بقى كل ورقه كده من الجلاش بالسمنه كويس جدا، ونتنيها نصين ونرجع ندهن تاني النص اللي احنا طبقناه، ونوزع بقى الحشوه كده بالطول ونلف. وانتي بتلفي الرول اضغطي عليه عشان ما يفكش. هنعمل كمان واحدة، كل ما اخلص رول هحطه في الصينية على طول. وانتي بترصي خليهم يعني اضغطيهم جامد جنب بعض، خليهم ملزقين في بعض عشان على ما يستوي ما يفكش ولا وفي ورقة اللي على الوش كده تلاقيها نشفت واتشالت. فكل ما تزنقيه في بعضه هيستوي احسن، وكمان هيحافظ على شكله. انا بدهن سمنه قليل جدا عشان ما يبقاش تقيل، واللي بياكل يقدر ياخد قطعه واتنين وتلاته من غير ما يتعب منه ولا يبقى تقيل عليه. عايزه تدهني انتي سمنه اكتر براحتك خالص، بس هو كده اللي انا بعمله القليل ده طعمه حلو جدا ومش تقيل. هخلص بقى كده كل ورق الجلاش بنفس الطريقه، هرص الصينيه كلها وبعدين ارجع اقول لكم هنعمل فيه ايه، هنقطعه ازاي وهنسويه ازاي مع بعض. بصوا بقى ده شكل الصينيه، هكملها كلها بنفس الطريقه. وده شكل الصينية بعد ما خلصت لف كل ورق الجلاش. ورقة الجلاش خدت
ال- الحشوة اللي انا عملتها كلها، يعني انا مش متبقي معايا ولا ورقة من الجلاش ولا اي حاجة من الحشوة. زي ما انتم شايفين انا رصاه ملزق في بعضه كده عشان يستوي حلو، ما ادهوش فرصة يفك وهو في الفرن. هجيب بقى السمنة لو اتجمدت هرجع اسيحها تاني عشان برضو ما ادهنش طبقة كبيرة من على الوش. هدهن بقى الوش كويس جدا بالسمنة، كويس مش معناها ان احنا ندهن كتير، كويس معناها ان انتي ما تسيبيش ولا حتة مش مدهونة. هندهنها كويس جدا وبعدين نرجع نقطعها. بعد كده هجيب سكينة تكون مشرشرة وحامية عشان تقطع معايا أسهل وأسرع وما تبهدلش ورق الجلاش وأنا بقطعه. لو السكينة بتاعتك باردة هتبهدل الورق وهيبقى الشكل مش منتظم. عايزة بقى تقطعي نفس التقطيعة دي، عايزة تقطعي أصغر، عايزة تقطعي أكبر، براحتك خالص. المهم حاولي تظبطي إيدك إن أنت تخلي المقاس اللي أنت هتقطعيه كله نفس الشكل عشان لما تيجي تقدميه يديكي شكل حلو. شغلت الفرن يسخن عشان أدخل فيه الجلاش، بيدخل على درجة حرارة 200، بيقعد بالظبط 10 دقايق هتلاقيه خد لون من تحت. هتطفي من تحت وتشغلي الشوايه دقيقتين كمان، يعني بيقعد 12 دقيقة بالظبط في الفرن. 10 دقايق الفرن شغال من تحت ودقيقتين بس تحت الشواية، هيخرج معاكي لونه تحفة. اول ما يخرج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالظبط 12 دقيقة وكان بقى لونه تحفة كده زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى الشربات بتاعي من التلاجة وهسقي الجلاش، بس مش هعوم الجلاش جوه الشربات، يعني هيبقى يعني ايه، يبقى تحت الجلاش كده فيه شربات لكن مش عايم فيه. وهسيبه 5 دقايق على جنب يتشرب كده براحته وياخد طعم حلو وكمان يبرد خالص ونرجع نقدمه بقى مع بعض. لو وصلتوا معايا لحد هنا ولسه ما سبتوليش اللايك، حطولي اللايك على الفيديو واعملوا شير لو عجبكم. لو لسه مش مشتركين اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وده الشكل النهائي بتاع الجلاش بتاعي بعد ما برد تماما وشرب من الشربات. طلعته بقى في طبق التقديم، رصيته بشكل حلو زي ما انتم شايفين. لونه تحفة جدا، طعمه جميل، سهل وسريع. طريقة البسبوسة ما بتاخدش اي وقت خالص، لو احنا هنعملها نحشي بيها سهلة جدا وسريعة. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. هرش بقى عليه رشة سبرينكلز كده عشان الولاد بيحبوا الالوان والكلام ده. لو مش موجود خلاص هو شكله مش محتاج اصلا اي تزيين. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. مستنية رأيكم، مستنية اللايك، اوعوا تنسوه. ولو لسه مش مشتركين اشتركوا وفعلوا زر الجرس، واسيبكم في حفظ الله واشوفكم في